السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هعمل حاجه بسيطه، بس انا لقيت ان انا بتسال عليها كتير. بشر البرتقال. بستخدم بشر البرتقال في وصفات ليا. ودايما الوصفات اتسال انتي البشر بتحفظيه ازاي، خصوصا ان انا دايما بستخدم بشر البرتقال وعصير البرتقال في وقت غير الموسم بتاعه. فبتسال ازاي بقى بحفظه ازاي. بسيطه، بجيب برتقال بس. باجيب البرتقال واجي على الوش اللي هو طبعا عندنا اكتر من وش اهو. الوش ده وببشره. بتاخدي بس القشره اللي بره، ما بتاخديش الابيض اللي جوه. بعد ما تبشري البرتقال احطيه في علب بلاستيك صغيره زي دي وتقفليها وتحفظيها في الفريزر. ولما تحتاجيها سيبيها، طلعيها بره تبرد شويه، هتلاقيها فرولت على طول، او نزليها تحت في التلاجة برضو. من الفريزر للتلاجة تحت هتلاقيها فكت. ممكن حتى لو قفشت عليها شويه بايدك هتلاقيها فرطت منك. هتحطيها في برطمانات، تحطيها في بلاستيك صغير زي ده. ليها، او ممكن ليها اللي هي العلب الطحينه الصغيره. او تحطيها في كيس عادي، اي كيس صغير حطي فيه. ولما تحتاجي خدي منها. بس انا عايزه اقول حاجه. لما نيجي نستخدم البشر ما نحطش منه كتير. لان هو كتره ممكن يمرر الوصفات اللي احنا بنشتغلها. انا سبق وعملت منه بسكوت البرتقال، وكيكة البرتقال، وكيكة التفاح بالبرتقال. كل الحاجات اللي انا عملتها بالبرتقال. وعملت ايه تاني؟ ومربى الجزر بالبرتقال برضو كنت محتاجة بشر بس ما كانش عندي، فحطيت بدلها يوستفندي، قشر يوستفندي. هحط لكم كل الحاجات اللي انا استخدمت فيها قشر البرتقال تحت الفيديو في صندوق الوصف باذن الله. وتحت الفيديو بيبقى فيه مؤشر صغير كده، زي مثلث. ده بتضغطي عليه بيظهر لك كل الروابط اللي انا حطاها، علشان في ناس ما بتلاقيهاش وما بتاخدش بالها. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم ان شاء الله على الفيديو. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي، مصر. باي باي.